الأعلام. في ناس كتير بتحب الأعلام ومهتمة بيها وعايزة تعرف كل حاجة عنها، بس أنا ما بحبش الأعلام. أنا مهووس بيها من وأنا صغير وأنا بحب الأعلام. حتى الكورة اللي هي أكتر حاجة أنا بحبها اتفرجت عليها وأنا صغير بسبب الأعلام، هي اللي كانت بتجذبني ليها. أكتر فيديوهات بستمتع بيها هي اللي بحط فيها الأعلام، وده اللي خلاني أحسن لاعب تحديات أعلام في العالم. وده مش مجرد كلام، أنا هثبت لك ده في فيديو النهاردة، وهعرفك برضو شوية تريكات تخليك تكسب في أي تحدي أعلام. فانزل اعمل لايك، سبسكرايب، وفعل زر الجرس، تابعني على الانستجرام، ويلا بينا نبدأ. في 2018 كنت شغال شغلانه كان فيها وقت فراغ كتير، ده اللي خلاني اقضي وقت كتير جدا بلعب جيمز. ومن اكتر الالعاب اللي كنت بلعبها في الوقت ده كانت فلاجز. طبعا ده مش اعلان لفلاجز، فاهم؟ بس فعلا كنت بلعبها لمده 3 ساعات يوميا على الاقل مثلا. ده خلاني اقفل كل الليفلات الاوفلاين وكمان العب اونلاين لاوقات طويله، وبسبب ده انا كنت بتصدر العالم. وثلاث ساعات في الاونلاين لاي حد عارف الالعاب اصلا الرانك فيها بيبقى عامل ازاي، فانت لازم تلعب لفترات طويله جدا. فرغم ان الثلاث ساعات مش كتير، بس بسبب ان انا فعلا ما كنتش بخسر، ده كان بيخليني دايما بتصدر العالم بجد والله. بس بعد سبت الشغل خلاص يعني بطلت العب اونلاين لفترات طويله زي ما كنت بعمل. بس من فتره قريبه رجعت العب لعبه الاعلام وبقى اسمها فلاجز 2، وقعدت كده في يوم لعبت 3 ساعات اتصدرت فيها التحدي اليومي تقريبا ده او حاجه، فبقيت الاول على العالم فعلا بس لمده يوم يعني، فاهم؟ فعامه هوريك دلوقتي جيم او اتنين عشوائيين جدا بس اثبت لك بيهم ان فعلا ما بخسرش. هنبدا جيم بقى مع بعض اثبت لكم فيه ان فعلا ما بخسرش. عندي ثقه غريبه في اللعبه دي، يعني في اي حاجه متوقع ان انا اخسر عادي، لكن دي مستحيل اخسر بجد. كندا طبعا اول كام سؤال بيبقوا سهلين جدا. تشيك دي اصعب حاجه عندهم في اول كام سؤال. المجر، كرواتيا، المقدونيا الشماليه، كل دي دول شرق اوروبا، واللي بيلعبني من بوسنا يعني من شرق اوروبا، ففي انحياز. عالم افغانستان القديم، العالم ده اتغير. حلو. عايز عالم منغوليا، دي منغوليا. عايز عالم لبنان، دي لبنان. بنجلاديش، اتمنى ان اللعبه تصعب شويه، يعني مش منطقي الاونلاين يبقى فيه الاعلام السهله قوي دي لغايه السؤال ال 13. غينيا ومالي بتلخبط بينهم، دي غينيا. مونتينيجرو، دي مونتينيجرو. زيمبابوي، دي زيمبابوي. كسبت بس ايزي ايزي والله ايزي. فتمام، دلوقتي بقى اعرفكم ازاي انا بعرف الاعلام بالسهوله دي. انا عارف ان الاعلام اللي جت سهله، فلو حد بيفهم في الاعلام هيحس ان فين الانجاز يعني. فعامه انا هجيب لك اصعب ليفل في الاوفلاين وهشرح لك عليه الاستراتيجيه بتاعتي. ده علم لاتفيا، اقول لك ليه، لان هو شبه علم النمسا بس الفرق ان ده بني التاني احمر. كريباتي دي فاهم، بفتكرها بان فاهم ان الاسم جاي من الكبريت، فدي كانها نار، فاهم؟ امريكان ساماو، حلو. دول كلهم معروفين، وده في النسر بتاع امريكا، فخلاص دي امريكان ساماو. ناميبيا، دي زامبيا، اي حد متابع كوره هيبقى عارفها، خدت كاس 2013. دي اليابان معروفه، يبقى لنا دي ودي. دي ناميبيا، اقول لك ليه، لان دي تنزانيا، مش عارف ايه المميز يعني، بس مش مهم. تيمور الشرقيه، است تيمور، دي اس تيمور. الحاجات دي انا حافظها عشان جات لي كتير بامانه، فمفيش حاجه تعرفك العالم دي غير لما تلعب التحديات دي كتير. دي برضو نفس الكلام يعني، فاهم؟ انا ميزت عرفت اللي حواليها، فاكر اسامي العالم اللي حواليها بس هي مش عارفها، فدي عرفتها بالاستبعاد. دي عرفتها عشان معروفه، مالطا يعني. بنين، ده عالم بنين، كانت موجوده في كاس الامم اللي قبل اللي فات، كانت عامله اداء كويس. جيبوتي، دوله عربيه المفروض تكون عارفها. بورتريكو، نفس عالم كوبا بس معكوس، الاحمر ازرق والازرق احمر. توكيلاو بص، دي برضه بالاستبعاد. دي بربادوس اللي هي فيها الشوكه، دي مشهوره. دي سويسرا معروفه، باكستان معروفه. دي توكيلاو دي ولا ما اعرفش اسمها ايه. سولومون ايلاند، دي نفس الكلام، بربادوس. دي جرنادا او حاجه زي كده، دي سولومون ايلاند. زيمبابوي، بص في زيمبابوي وموزمبيق، دول دايما بتلخبط بينهم الصراحه، بس انا علمتها بان انا بقول الفرخه دي اسمها زيمبا. دي اعبط طريقه ممكن تتعلم بيها حاجه، بس يعني انا حفظتهم كده. بروني برضو سهله، دي سيشيل، دي سويسرا، دي نيوزيلندا، دي بروني. غير ان انا اصلا عارفها الصراحه بره عنها، فسواء استبعاد او ان انا في علامه مميزه هي معروفه. غانا، البلاك ستارز، فيها نجمه سوداء. ميانمار بميزها بان النجمه خارجه بره الاطار بتاع المربع اللي في النص او المستطيل يعني اللي في النص. اثيوبيا مشهوره عشان من اكبر دول افريقيا. غينيا بيساو، نفس عالم بنين بس في نجمه. تقول لي طب انا اصلا مش عارف عالم بنين، اقول لك دي قبرص، دي غانا، دي المالديف، فدي غينيا بيساو. اوروبا دي فاهم، الاتحاد الاوروبي عموما فاهم لونه ازرق، فانت بتحس ان هي مش عارف انا بقول ايه عموما. سانت كيتس اند نيفز ولا نيفز بقى معرفش. بص دي احنا قلنا انها ناميبيا، دي مش عارف اسمها كريسماس ايلاندز ولا اسمها ايه.
دي موريشيوس، يبقى دي سانت كيتس اند نيفيس. توفالو ملاوي، ترينيداد اند توباجو. دي هي دي. انا ما بعرفش اقرا اسمها اصلا، بس انا مميز بقى فاهم يعني، سهله بالنسبه لي. جرينلاند علم مميز جدا فبتحفظ من اول مره بتعرفه. سورينام انا بتلخبط بينه وبين ميانمار، فلما بتيجي سورينام بدور على علم ميانمار فما بلاقيهوش، بلاقي ده، ولو لقيته بفتكر ان ميانمار هي اللي فيها النجمه بره الاطار فبختار ده. دومينيكا جيرسي دي بقى في علم بيلخبط اللي هو بيبقى الصليب فيه عدل وفي علامه كده في النص، بس بما انه مش موجود فخلاص قشطه نختار العلم السهل. وبوناري دي بوناري دي انا حافظها يعني، انا مش فاكر انا حفظتها ازاي، بس خلاص انا ربطت الكلمه بالشكل ده، انت من كتر ما بتلعب بتحفظها. موريتانيا سهله. صوبه دي صوبه، والله العظيم ما فاكر انا حافظها ازاي، فاكر انا حافظها ليه اصلا. دي برضو هي دي. اسواتيني. نيجي بقى للصعوبه بجد، عندنا دي وعندنا دي انا شايف انها بتغني فاهم او بتعزف قصدي، فانا بحفظ اسم البلد انها موزارت. انا مش فاكر مين موزارت ده بس يعني انا حافظها كده. الجابون علم اوباميانج فسهله، دي برضو بالاستبعاد هتيجي بس يعني انا برضو حافظها، شبه علم بنجلاديش بس بدل الاخضر ازرق وبدل الاحمر اصفر. دي ساماو. لايبيريا انا خايف ان انا اغلط فاسطوره تضيع قدامكم. اريتريا هي العالم ده. البلد الغريبه دي بقى هي واحده من الاثنين دول، هنا انا بدات فعلا ابقى انسان طبيعي واتلخبط بقى، هي واحده من الاثنين دول، يا دي يا دي، فانا هختار باحساس دي لان اللي فوق انا فاكر ان هي مش سانت بتنجان دي. نيكاراجوا. نيكاراجوا في 3 اعلام بيلخبطوا معاها، هما جواتيمالا وهندوراس تقريبا وسلفادور، هما مش جايبينهم فهم مسهلين الدنيا خلاص مش محتاج اقول لك. سانت هيلينا دي سانت هيلينا، اقول لك ليه دي سانت هيلينا، اقول لك ليه دي سانت هيلينا لان انا عارف الباقي، بس دي جرينادا. جوام بلد رايقه حاطين نخله في العلم. تشاد نفس علم رومانيا سهله. كلمه ايزل دي انا ما اعرفش يعني ايه، فانا ترجمتها خلاص انها رجل، فبيقول لي ايزل مان بقول بلد رجل الراجل فاهم، دي رجول الراجل. قمه العبث وقمه العبث الصراحه، بس دي جزر الفارو، دي نيبال. يبقى دي هي البلد اللي هم عايزينها. طيب دلوقتي هم عايزين بريتش فيرجن ايلاند، ودي مكتوب عليها تقريبا يعني اسمها، فقمه الغباء الصراحه. دي الصومال، جزر المارشال، هونج كونج، نيوي دي بتلخبط مع دي بس انا هختار دي، انا مش هقع في الفخ. دي بتعرفها من كتر ما بتغلط كتير عموما يعني. جزر القمر دولة عربية سهلة جدا. بوركينا فاسو بلد توري او تراوري، كلهم اسمهم توري وتراوري. توجو. تونجا دي اقول لك تونجا انا واحدة فيهم دي. كوبروس دي بقى البلد اللي كنت بتلخبط بينها وبين البلد التانية لو فاكر يعني. جامبيا. جزر الكريسماس دي بحس ان فاهم بابا نويل في العالم، ما تفهمش هو مش موجود بس انا بتخيله ما علينا. كمبوديا. مونتينيجرو جبل الاسود. سيريا ليون. بحس ان البلد دي ظهرت مره واحده يعني، بحس انها اتاسست من 5 سنين يعني، بدات تظهر في بطولات افريقيا وبدات تظهر في الاعلام. غينيا بتلخبط هي ومالي بس هو مش جايبين مالي فده كان هيخلينا نتلخبط اصلا واختار ايرلندا اللي تحتها. المهم لاوس دي لاوس. سانت لويسا دي سانت لويسا. لخنشنشن فاهم. ساو تومي اند برنسيب دي ساو تومي اند برنسيب، وهقول لك ليه. لان دي غينيا بيساو، دي مش هي دي لازم يبقى في ايلاند في الاخر. دي كوريا الشماليه. ايزي. طيب عشان ما اضيعش وقتك وعشان الفيديو ما يطولش فانا هقول لك بشكل دايركت النصايح اللي انا ممكن اقولها لك عشان تتطور في الاعلام، او هقول لك شويه اسرار ازاي انا بعرف الاعلام. ده جزء التدريب في اللعبه، ما انصحكش اصلا انك تفتحه لانك مش هتستفاد منه كتير. اكتر حاجه ممكن تفيدك في حوار الاعلام ده انك تلعب كتير وتغلط كتير وتخسر كتير وتكسب كتير فاهم. كل حاجه بتيجي مع الممارسه احسن بكتير من انك تحاول تتعلمها نظري فاهم حاجه. ده مش بس في الاعلام، ده في اي حاجه في الحياه عموما او في معظم الحاجات، حاجات وحاجات صراحه يعني. فببساطه الاعلام دي صعبه جدا. حلو. ازاي بقى ممكن تحفظها؟ لما تبص على الاعلام دي كلها هتلاقي ان مش منطقي انك تحفظها بعلامه مميزه فيها او بانك عارف حد منها. جنسيات لعيبه كتير تبقى غريبه ونادره وبتخلينا نعرف دول احنا اصلا ما نعرفهاش، او منتخبات ضعيفه بتلعب مثلا في تصفيات. بس كل الدول دي لا هي نشطه مثلا في كره القدم ولا هي لها علاقه بالسياسه ولا حتى في منها شخصيات مشهوره زي فرنش جويانا فاهم. ولو ما تعرفش مين الشخصيه المشهوره اللي من فرنش جويانا ارجع لفيديو اغرب جنسيات المشاهير. فمفيش اي طريقه حرفيا انك تحفظها غير حاجه من الاتنين، تحاول تربط اسمها بحاجه فيها وده مش هيبقى موجود في كل الاعلام وصعب جدا يعني. عالم فيه نجمه
تعرف ان هو اسمه صابة ازاي، فاهم؟ فاما ان انت تحاول تعرف الدول دي، تدرسها مثلا، تشوف خرايطها وموقعها فين وعدد سكانها وتاريخها، فدي قصه كبيره انا ما بعملهاش يعني الصراحه، انا مش فاضي للدرجات دي، فاهم؟ او انك تقعد تلعب كتير بشكل مهول لدرجه انك تحفظ الاعلام دي، هي حاجه من الاثنين. ده هيبقى صعب جدا لو انت ما عندكش شغف للحاجه دي. فمن الاخر الحاجه اللي فعلا هتخليك تتعلم اي حاجه بسهوله جدا هي الشغف، انك يبقى عندك شغف للحاجه دي، ومع الممارسه هتلاقي نفسك حفظتها. طيب احنا ممكن نصنف الاعلام لكذا نوع. اعلام بتعرفها بسبب الكوره مثلا، دي اللي بتعرفها من منتخبات قويه زي البرازيل او الارجنتين، او منتخبات اوروبا، او منتخبات حتى كاس افريقيا لو انت من افريقيا، او منتخبات اسيا لو انت من اسيا، وهكذا. وفي اعلام برضو انت بتعرفها بسبب جنسيه اللعيبه زي ليبيريا، زي جامايكا، دي منتخبات مش قويه وملهاش وجود تقريبا في الكوره، بس رغم كده في لعيبه شهرت الاعلام بتاعتهم زي ترينداد اند توباجو، يورك. وفي اعلام انت بتعرفها بسبب السياسه، الدول اللي داخله في حروب او الدول القويه عسكريا او اقتصاديا. وفي اعلام انت بتعرفها بسبب الجغرافيا، بسبب ان دي اعلام لدول كبيره مثلا، ده لو انت كويس في الجغرافيا، وانا كواحد معلق خريطه في الاوضه فلا انا بحب الجغرافيا بشكل عام. وفي اعلام بقى لما بتبدا تلعب تحديات الاعلام بتبدا تحفظها وتبقى سهله جدا بالنسبه لك، لانها المفروض كانت تكون صعبه، زي مثلا الاعلام المتشابهه، علم ايرلندا وعلم كوتيفوار. مستحيل حد يميز او يفرق بينهم الا لو الحد ده لعب تحديات اعلام قبل كده. انت لو بس عندك معلومه ان ده علم ايرلندا او ان ده علم كوتيفوار هتتلخبط 100%، لان الاثنين نفس الالوان ونفس حتى ترتيب الالوان، بس يعني معكوس، فاهم؟ مش منطقي انك تفتكر مين فيهم اليمين ومين فيهم الشمال، صعب قوي، فاهم؟ الحاجه اللي بتخليك تحفظ الفرق بينهم او تميزه هي التحديات. انا كنت دايما بتلخبط ما بين ايرلندا وكوتيفوار، فميزتها بحاجه عنصريه شويه، ان ايرلندا دوله اوروبيه فدوله غنيه فمعاها فلوس تشتري الوان، فعشان كده اللون البرتقاني عندهم تقيل شويه، عكس كوتيفوار اللي بتعتبر دوله افريقيه فده بيخليها دوله فقيره فمعهاش فلوس تشتري الوان فاللون باهت. نظريه متخلفه عقليا بس عمرها ما هتخرج من دماغي. ده اولا. بالنسبه للاتجاهات انا عمري ما حفظت الاتجاهات، فدايما بتلخبط بين الاعلام اللي فيهم اتجاهات، فكان لازم احفظها بعلامه مميزه تانية. ده لو العلمين بيجوا في شكل متساوي او بابعاد متساويه، بس في الحقيقه هما مش نفس الابعاد. علم ايرلندا ابعاده مختلفه عن علم كوتيفوار. نفس الكلام لو بصيت على غينيا ومالي. انا قعدت فتره طويله جدا مش عارف احفظ الفرق بين العالمين دول، ودايما كانوا هم نقطه ضعفي في تحديات الاعلام لما بيجوا الاثنين مع بعض والمفروض اختار مين فيهم غينيا ومين فيهم مالي. فما يستنى علم فيهم اللون الاحمر فيه على اليمين، وبسبب ان مالي فيها ميم فهي اللي على اليمين، فاهم؟ يعني فاهم كلمه يمين اقرب لمالي من غينيا، فعشان كده العلم اللي فيه الاحمر على اليمين هو مالي. اعلام مثلا زيمبابوي وموزمبيق من اكتر الاعلام اللي بتلخبط بينهم، بس بالنسبه لي حاليا هم من اسهل العالم. ليه؟ لان انا ميزت بينهم زي ما قلت لك. الفرخه دي انا سميتها زيمبا. السلفادور وجواتيمالا ونيكاراغوا. جواتيمالا فيها الف لام الف، فاهم؟ فكلها حروف طالعه كده لفوق، فعشان كده بفتكر دايما ان اللي هي بتبقى رأسيه مش افقيه، فهو اتجاهه عكس العالمين التانيين اللي هم نيكاراغوا والسلفادور. نيكاراغوا علمها في مثلث، السلفادور علمها في دايره، وبسبب ان السلفادور هي اللي اشهر فانا دايما كنت بحفظ ان العلم اللي انا عايزه العلم الاشهر هو اللي فيه دايره، فالعلم الغريب بتاع البلد الغريبه هو اللي فيه مثلث. دلوقتي بالنسبه لي انا ما بضطرش افتكر كل الحاجات دي، انا خلاص حفظت الاعلام، بس دي الحاجه اللي حفظتني الاعلام دي وخلتها بالنسبه لي من اسهل الاعلام رغم انها فعلا صعبه جدا. حاجه زي تشاد ورومانيا دول نفس العلم فمش محتاج تميز بينهم. موناكو واندونيسيا نفس القصه لان ما فيهاش غلط، فاهم؟ ده هو موناكو وفي نفس الوقت هو اندونيسيا. حاجه زي تايلاند وكوستاريكا، الاثنين نفس العلم بس كوستاريكا في دايره، وكده كده انا حافظ كوستاريكا لان هي بلد نافاس وكانت عامله اداء قوي في كاس العالم 2014. فالعلم اللي ما فيهوش دايره هو تايلاند، وهكذا. الاعلام اللي بتلخبط بسبب ان هم شبه بعض بعد فتره بيبقوا اسهل اعلام بالنسبه لك لان انت خلاص عرفت تميز بينهم. لكن الاعلام اللي صعب تميز بينها لان هم مش عالمين ولا ثلاثه، هم اعلام الدول اللي تابعه للتاج البريطاني لانهم كتير جدا، بس في كام دوله فيهم هم دول كبيره فانت طبيعي هتحفظهم. اكبر بلد فيهم هي استراليا، فدي اكتر بلد اعتقد محفوظه، حتى لو انت مالكش في العالم قوي تبقى عارف علم استراليا، انت اصلا هتفتكر باقي العالم كلها هي علم استراليا. تاني اكبر بلد فيهم هي نيوزيلندا، واللي نفس علم استراليا بس النجوم فيها اقل واصغر ولونها احمر، فاهم؟ تالت بلد فيهم هي فيجي، ودي كنت بتلخبط بينها وبين توفالو دي، بسبب ان انا كنت بتلخبط بينهم ده خلى الاثنين سهلين بالنسبه لي. في كوك ايلاندز دي برضو مميزه قوي ان فيها دايره نجوم، ممكن برضو تحفظها بان فيها حرفين او والدايره اللي في العالم شبه حرف الاو، فدي العلامه السهله في الدول اللي تابعه للتاج البريطاني. طبعا ده تعريف اي كلام، يعني اكيد دي مش كل الدول تبع التاج البريطاني، بس انا قصدي الاعلام اللي فيها علم بريطانيا، فاهم؟ او الاعلام اللي شبه علم استراليا من الاخر. باقي بقى الاعلام دي دول صعبين جدا يعني، فاهم؟
دول لازم بقى تقعد تحفظهم. زي ما قلت لك دي اسمها شبه موزارت، وموزارت ده تقريبا كان موسيقار، فبحفظها ان البت ماسكه آلة بتعزف عليها، فاهم؟ لازم قصه كبيره تقعد تميز العالم بيها وتربطه بالاسم، لان مستحيل تحفظها باي طريقه تانية، لانهم حرفيا كلهم جواهم لوجوهات. اللوجوهات دي بتحكي قصه وتاريخ، لازم بقى تروح تدرس تاريخ الدولة اللي انت هتحفظ على فعليه. لا اصلا دول دول مساحتهم ما بتتعداش ال 100 كيلو، يعني حرفيا اصغر من محافظة في مصر. فبس قولي لو انتم مهتمين فعلا بالاعلام، انا ممكن اعمل محتوى كامل عن الاعلام، ممكن اعمل 100 فيديو ما عنديش اي مشكلة. زي ما انت عرفت من الفيديو ده انا بعشق الاعلام، فمستعد اعمل فيديوهات كتير جدا، ده لو انتم مهتمين. فلو مهتمين قولوا في الكومنتات، ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس على الانستجرام. اشوفكم في فيديو جديد.